السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا حبيبات القلب، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير عليكم ولاباس بصحة جيدة. مرحبا بكم معايا كمال في روتينات تحضيرات العيد. اليوم بديناكم على الصباح مع هذيك الشميسة وهذيك النسمة الباردة. مع الصباح تكون شوية نسمة، من بعد توصل جويه العشرة ل11. واش نقول لكم، واحد السخانة طلعت يا البنات، ما عندي ما نحكي لكم. جيت لهنا، طلعت الفوق في الطابق العلوي خلاه وين السطح. لهنا واش جيت للشخشوخه تاعي بعد ما يبستها مليح مليح مليح. معناها الشخشوخه تاعكم هذه بعد ما يعني تشخشخوها لازم تيبسوها مليح مليح. وما تديش حقها في في السخانه وفي القايله وما تديش حقها انها تيبس مليح. من بعد راح تسوس لكم وتفزد لكم الشخشوخه تاعكم. بصح كي تيبس مليح مليح تدور لكم العام وتقعد كيما راه. درك انايا هنا جبت هذاك البيدون تاعي اللي مديرته سبيسيال للشخشوخه. عندي واحد اخضر وواحد وردي، واحد مديرته للشخشوخه والاخر مديرته للتريده. الا هنا هاني بديت مع هذيك الشخشوخه لازمني نصيرها على خاطر يطيح منها هذاك الدقيق. باش كي نخدمها معناها كنعود راح نطيب طول، ما نضلش نزيد نصير ونضل نضيع في وقتي. معناها هنايا حطيتها في الارض وقعدت معاها قاعده صحيحه نصير ونقي هذوك الزوائد تاع الكسره، هذوك القشور تاع الكسره، ونحط بشوي 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 حتى عمرت البيدون تاعي. قلت لكم حبيباتي، هذه العادات وهذه التقاليد تاعنا. بالنسبه لهنايا للتحضيرات محسوب، نقدر نقول لكم باللي محسوب التحضيرات كملتهم، يعني ما بقاتش حاجه كبيره. شويه تعبنا صح، تعبنا على خاطر شغل الخدمه تراكمت على بعضها مع يعني كنا في الاختبارات. ما قعدتش في الاختبارات، ما يعني هاكم تعرفوا الوقت وتعرفوا الحاله. حتى كي نخدموا كما يقولوا غير من يشوف احمد برك، ما عندناش هذاك التنظيفات العميقه. الفتره بين الاختبارات وبين العيد كانت فتره قصيره، كما نقولوا ما لقينا ما نديروا، ما لقينا ما نخليو. المهم غير كي قدرنا ربي برك ودرنا طرف تاع شخشوخه يعني نضيفه بيدينا وصيرناها وخبيناها كما قاعدين تشوفوا. ولهنا يالله يبارك بسم الله ما شاء الله ناكلوها بالصحة ولهنا إن شاء الله. ها هي الشخشوخة تاعي بعد ما شخشختها وبعد ما صيرتها ونقيتها مليح مليح. لهنايا هاني راح نقفلها ونخبيها. بالنسبة لكيفية يعني كيفاه نخبيها، نحطها في مكان بارد، ما نحطهاش في الكوزينة، نحطها في شومبرا. عندي شومبرا باردة يعني خاطية الشمس وخاطية قايلة. نحطها فيها بها بالتريدة والكسكسي، معناها نحطها في بورتمونجي مع بعضهم، لا يقعدوا لي يدوروا لي العام نورمال. بعد ما كملت هذيك الشخشوخة تاعي قفلتها ونحيتها على جنب. وعندي هذا الصوف، يعني عندها سنين وسنين هذا الصوف. كنت قبل في العيود هذاك الجلد هذاك نحيلو الصوف تاعو ونغسلو كلش. درك عدت ما نديرهاش صراحة. يعني عندي الصوف، عندي الفراش، عندي الله يبارك على نضل نقلق روحي. وهذه الصوف كي عادت مغسولة ومضيفة ما تليقش اني نطيشها، يعني حرام عليا اني نطيشها. ما لا عندي الوجوه تاع المخاد، قلت خلي نحشيهم. حشيت هذوك المخاد تاعي كامل ولبستهم. دوك في الفيديوهات القادمه ان شاء الله نصورهم لكم كي لبستهم ونظمت الفراش تاعي تاع الصيف. يعني هذوك المخاد درت مخاد تاع رقاد، يعني ما درتهمش مخاد تاع زينه ولا، معناها درتهم واطيين تاع نقدروا نرقدوا عليهم بهم بالبساطه تاع الكتان والملاح تاع الكتان كامل. حطيتهم بجنبه كي نحبوا نبدلوا فراشنا تاع الصيف ما نضروش نفسدوا في الفراش كامل، معناها يكون الفراش يعني على يدينا. هنا هذايا روتين صباحي. بعد ما كملت هذيك الخدمه تاع الشخشوخه وهذيك الصوف وجيت لهنا، جيت باه ندير لهم الغداء. هبط طول للغداء ما درت حتى حاجه. حكمت هذاك الراس تاع البروكلو بعد ما غسلته مليح مليح بالخل مليح وقصيته وحطيته غلاء في الماء والملح. بعد ما غلا اقليته اكيد كما نعرفوا بالبيض والفارينه والمعدنوس وشويه تحليب ملح فلفل كحل. وقليته ودرت لاصوص بالدجاج. لاصوص درتها بيضاء، نحبش نديرها حمراء انا على خاطر نديرها بالطماطم حمراء توجع في الكولون. كما تعرفوا اصلا البروكلو يوجع، بصح كي ندير لاصوص بيضاء ما توجعش، يعني تجي خفيفه ومام البنه يجي بنين يهبل ويجي الذوق تاعو مخالف تماما على كي نديروا الطماطم. شوفوا هنا الكسره تاعي الله يبارك
بعد ما طابت حنا الكسرة راهي ضرورية 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 جدا. إلا كان شرينا الخبز الله غالب رانا غلبانين ورانا مرض وما احناش قادرين، بصح معظمهم ناكلوا الخبز خاصة في العيد، بما أنه احنا رانا في تحضيرات العيد. نحكيو شوية على عاداتنا وتقاليدنا في صبحة العيد. كما شفتوا روتيناتي قبل معاكم تاع العيد. في صبحة العيد واش نديروا؟ الحاجة الأولى اللي نديروها بعد ما نفطروا، أكيد الزوج يروح للجامع يصلي صلاة العيد، الحاجة الأولى اللي نديروها نبلو الكسرة تاعنا. هذيك الحاجة الأولى. هاي هنا يعني مع القصعة تاعي حبيبتي، ما تنساش القصعة تاعك ساعة على ساعة، وضربي لها غسلة مليح 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 بالخزم تاع السيلان هذاك يخرج منها العجب. وقلبي القصعة تاعك شوفيها من تحت كيف حالتها، قلبي قلبي حبيبتي. غدوة الصباح والله المهم تقعدي قلبي هذيك القصعة تاعك وشوفي الحالة تاعها كيفاه من تحت، وحكيها طيبي فيها باللي فيها الكسيرة تاعك وهي مضيفة. الله الله ساعة على ساعة الإنسان يفقد القصعة تاعه ولا يفقد معانه، يعني ما نغمضوش عينينا ضربة واحدة، ساعة هيك ساعة هيك. بالنسبة لهنا دوك نرجع لكم. بالنسبة لهنايا تنظيفات عميقة للكوزينة، معناها الكوزينة خليتها هي الاخرى. كاين اللي يديروا الميناج تاع الكوزينه يديروه ورا العيد، كل واحد ادرى بروحه وكل واحد كيما يحب. هنا قاعده نعطيك ما حنقول لكم كي نقعد نسبخم دركا راني مانيش صبغتهم يا حي ما نكذبش عليكم. والله كرهنا من الغبره ومن الخماج ومن نفضل الكوزينه نظمتها كلش يا حي وكذا نسبخم. المهم حتى تنحنا ديك الغلبه تاع العيد وكلش وربي يرحمته. دخلت لكم هضره في هضره حبيباتي. كما قلت لكم هنا التنظيفات العميقه تاع الكوزينه. كاين اللي يدير ميناج الكوزينه ورا العيد، انا نديرو قبل العيد بحكم اني نخدم في الكراج، كلش نخدمو في الكراج. الطابونه نديها للكراج، نشوط لتما الراس، نشوي ثم جوست نجيب برك صحونه ناكل في الكوزينه بارده ونظيفه. معناها ما ندير حتى حاجه هنا، ندير ثم الكرشه نقصها ثم نغليها ثم كلش 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 في الكراج. تسمى هنا الكوزينه تاعي جوست نجيب نخبي فيها الحمر ونخبي فيها الحوايج وفراد، تسمى تقعد كوزينتي مضيفه. دونك يعني ننفضها قبل العيد احسن، معناها مش راح نخدم فيها باه تتوسخ لي. وما تنساوش حبيبات قلبي البياد نتاعكم هذوما تاع الماء الحلو، كما نقولوا نعمروا الماء الحلو ساعه على ساعه فقدوهم. تشوفوا هكا تقولوا نضاف بصح كي تغسلوهم بالماء والجافيل والله يطلعوا يشعلوا. المهم دخلت لكم روتين في روتين. هذا الروتين تاع النهار تاع غدوه اللي هو روتين الكاطو. شوفوا نهار واحد سقدت عليا الكاطو وجيت ليه وقعدت ما نكذبش عليكم. بالنسبه للكسره قلت لكم اليوم رانا نلوحوا في هضره في هضره. كما قلت لكم احنا صبحه العيد الكسره ضروريه جدا جدا. من الحاجه اللي نديروها نبلوا الكسره تاعنا ونحطوها عليه باه نروحوا نديروا سلطه ونديروا الديسير وكلش ونخبزوها، معناها ناكلوا كسره جديده مع الشواء. هذه هي عاداتنا وعادات معظم الناس الشرق. نقدر نقول لكم 80% من الناس الشرق كامل يطيبوا الكسره، كان يدير خسيس وكان يدير مطلوع، كل واحد واش يحب. المهم الخبز محسوب غير مرغوب فيه صبعة العيد. هذا يا روتين حبيباتي تلقاطوا الغدوة. شوفوا هنا نط درت لهم الغداء، غديتهم روح درت قيلولة ونط جويه العصر، مخرجت للكوزينة من الكوزينة على 10 تاع الليل. بصح ما نكذبش عليكم سقدت عليا كلش بحكم انا وليداتي يحبوا الحلويات، الزوج تاعي تانا يحب الكاطو. لازم يفطروا صباح العيد بالكاطو، على بالنا باللي عيد اللحم احنا ديجا حكينا فيه الموضوع هذا. الكاطو باه يفطروا به وباه ياكلوا مع العشيه كي يجوعوا وكلش. درت كاطوات سهلين يلا 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 ما نكذبش عليكم. هذا كاطو العسل طبقات، بس هذا بدون طبقات، يعني راهم داير حاله في مواقع التواصل الاجتماعي بنين 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 يهبل وجد اقتصادي وما فيه حتى كما نقولوا ما فيه حتى يعني مقادير لي غاليه والله. فيه العسل، فيه زوز بيضات، فيه السكر، الزيت وفقط. ودرت انا الحاجه اللي بديت بها بديت بالقرن غزال سخف عليه الزوج تاعي يشتيه يموت عليه به بانس. درت له قرن غزال ما زلت وشيه برك ما لبستوش بسكر كلاص. ودرت هذاك كاطو الطبقات. ولهنا عندي شويه تاع السمن، عندي شويه تاع السمن فضل لي من العيد الصغير كي درت المقرون من العيد الصغير، وهذاك السمن في الفرجيدار خير من يفزدو كلش. ما لا درت به شويه تاع الغريبيه، مامبا واحد الصحن ولا زوز صحونه تاع غريبيه برك مش حاجه. جات واحد الغريبيه تهبل تهبل تهبل، غريبيه بالكاوكاو وهذيك
هذيك الفارينة حمصتها، معناها خدمتها هنايا هذوما ملوله حطيتهم، والاخرين خليتهم يبردوا. كما تعرفوا الغريبية لازم تبرد تماما، كون تعود سخونة وتهزيها تروح كاملة. وكاين حتى اللي يهز يحطها في الثلاجة، اللي يعود مزروب يهز يحطها في الثلاجة. وكي كملت هذيك الغريبية ديجا الغريبية يطيب بعد، ودرت الكروكون. بالنسبة للكروكون درت غير ب6 عظمات برك، يعني الله يبارك، شوي هكا وشوي هكا وشوي هكا، والحمد لله يا رب. ربي يدومها نعمة عليا وعليكم إن شاء الله، ويحفظها من الزوال. هذا كان روتين ليوم واحد، معناها درت فيه 4 أنواع قاطو. هذو هم القاطوات ولا الحلويات اللي درت، الله يبارك بسم الله ما شاء الله، درتهم في نهار واحد ونحيتهم عليا وسقتهم عليا. انا قلت باه نضال يومي 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 عليا الحيط، نهار واحد ونحيتهم عليا. درت الكروكون، قاطو، هذاك العسل والغريبيه وقرنغزال. والحمد لله الحمد لله يا ربي انه ربي قدرني ودرت هذوم الحلويات لوليداتي، يعني غير شوي 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 برك، والحمد لله يا ربي. وانا يا ليا نهار عرفه ان شاء الله ندير خبز الدار ليا، على خاطر كما قلت لك من قبل نحاول نقص من الحلويات. المهم حبيباتي، نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم.